بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس رياضيات الثالث متوسط. درس اليوم سيكون حل تمارين فقرة تدرب وحل التمرينات صفحة 35. موضوع الدرس تحليل المقدار الجبري باستعمال العامل المشترك الأكبر. سؤال 17: 12 واي تكعيب سالب 21 واي تربيع. الخطوة الأولى هو إخراج العامل المشترك للأعداد. لدينا 12 و21، العامل المشترك بينهم هو 3، إذا نقوم بإخراج العدد 3 هو عامل مشترك للأعداد، ثم نختار العامل المشترك للرموز. لدينا واي تربيع وواي تكعيب، العامل المشترك هو واي تربيع، إذا واي تربيع يكون العامل المشترك 3 واي تربيع خارج قوس، ثم نقوم بعملية القسمة. 12 تقسيم 3 4، واي تكعيب تقسيم واي تربيع هو واي، عند القسمة تطرح الأسس، سالب 21 تقسيم 3 7، وواي تربيع تقسيم واي تربيع هو 1، إذن الناتج هو 3 واي تربيع خارج قوس، داخل قوس 4 واي سالب 7. سؤال 18: 6 في تربيع بين قوسين 3 في سالب 6 زائد 18 في. الخطوة الأولى هو توزيع المقدار الأول على القوس، إذا 6 في 3 18 في تربيع في يكون في أس 3 تكعيب، وسالب في موجب سالب 6 في 6 36 في تربيع زائد 18 في. لاحظ أن العامل المشترك للأعداد هو 18، إذا نقوم بإخراج عامل مشترك للأعداد 18، ولدينا في تكعيب وفي تربيع وفي أيضا هو يعتبر عامل مشترك. دائما الرموز هو أصغر الرموز هو عامل مشترك. 18 تقسيم 18 1، ولدينا في تكعيب تقسيم في يكون في تربيع، عند القسمة تطرح الأسس، سالب تقسيم موجب سالب 36 تقسيم 18 2، في تربيع تقسيم في هو في، عند القسمة أيضا تطرح الأسس، زائد 18 في تقسيم 18 في هو 1، إذن يكون 18 في خارج قوس يعتبر عامل مشترك بين الأقواس في تربيع سالب 2 في زائد 1. سؤال 19: 1 على 7 بين قوسين واي زائد 1 زائد 1 3 واي تربيع بين قوسين واي زائد 1. إذا نلاحظ أن لدينا عامل مشترك وهو واي زائد 1 يعتبر عامل مشترك، إذا نقوم بإخراج واي زائد 1 يعتبر عامل مشترك، وعند القسمة المقدار الأول على واي زائد 1 يبقى فقط 1 على 7 زائد، أيضا عند قسمة المقدار الثاني على واي زائد 1 يبقى لدينا 1 على 3 واي تربيع. السؤال الآخر نلاحظ: حلل كل مقدار باستعمال خاصية التجميع وتحقق من صحة الحل. سؤال 20: 5 إكس تكعيب سالب 10 إكس تربيع زائد 10 إكس سالب 20. لاحظ الأعداد والرموز التي بينها عوامل مشتركة توضع داخل الأقواس، إذا لدينا 5 إكس تكعيب سالب 10 إكس تربيع هو لدينا بينها عوامل مشتركة، إذا توضع داخل الأقواس سالب 10 إكس تربيع. أيضا لدينا 10 إكس سالب 20 أيضا توضع داخل الأقواس. نلاحظ 5 وال10 يوجد بينها عامل مشترك وهو 5، إذا 5 عامل مشترك بين الأعداد، ولدينا أيضا إكس تكعيب وإكس تربيع، العامل المشترك بينها هو إكس تربيع، إذا يبقى عند قسمة المقدار الأول 5 إكس تكعيب على 5 إكس تربيع يبقى فقط إكس سالب، وأيضا عند قسمة 10 إكس تربيع تقسيم 5 إكس تربيع يبقى لدينا فقط
2 زائد أيضا نقوم بإخراج 10. هناك 10 عامل مشترك بين الأعداد. 10x تقسيم 10 هو فقط x سالب 20 تقسيم 10 2. لاحظ الأقواس أصبحت عامل مشترك، لاحظ متشابهة، إذا نخرج x سالب 2 عامل مشترك، وعند قسمة المقدار الأول على x سالب 2 يبقى لدينا فقط 5x تربيع، زائد أيضا عند قسمة المقدار الثاني على x سالب 2 يبقى لدينا فقط 10. سؤال 21 3t تكعيب k زائد 9k تربيع s سالب 6t تكعيب s سالب 18s تربيع k. نقوم بتجميع كل عددين بينها عوامل مشتركة. نلاحظ أن المقدار الأول والمقدار الثالث توجد بينها عوامل مشتركة، إذا نقوم بتجميع الأعداد 3t تكعيب k سالب 6t تكعيب s. لاحظ توجد عوامل مشتركة بينها، زائد أيضا 9k تربيع s سالب 18 أيضا يوجد بينها عوامل مشتركة. نقوم بإخراج العوامل المشتركة بين الأعداد والرموز. نقوم بإخراج، لاحظ توجد عامل مشترك بين 3 و6 وهو 3، إذا 3 عامل مشترك، وأيضا t تكعيب يعتبر عامل مشترك. ثم نقوم بعملية القسمة. عند قسمة المقدار الأول على على 3t تكعيب يبقى فقط k من المقدار الأول سالب، وعند قسمة أيضا 6 تقسيم 3 هو 2، وt تكعيب تقسيم t تكعيب يبقى فقط s، زائد أيضا المقدار الثالث والرابع 9k تربيع s وسالب 18 s تربيع k يوجد عامل مشترك وهو 9 KS نفتح قوس، وعند قسمة المقدار الأول اللي هو 9 تقسيم 9 1، وK تربيع تقسيم K هو K، وS تقسيم S يبقى لدينا فقط K ناقص 18 تقسيم 9 2، وK تقسيم K 1، بينما S تربيع تقسيم S هو S. لاحظ أصبحت لدينا عوامل مشتركة وهي التي داخل الأقواس K سالب 2S، إذا توضع خارج قوس باعتبارها عامل مشترك K سالب 2S. يبقى لدينا فقط من المقدار الأول عند قسمته على K سالب 2S 3T تكعيب زائد 9KS. لدينا السؤال الأخير، حلل المقدار التالي باستعمال خاصية التجميع مع المعكوس. سؤال 22. سؤال 22 12x تكعيب سالب 4x تربيع زائد 3 سالب 9x. بنفس الطريقة نقوم بعملية تجميع، نضع كل عددين بينها عوامل مشتركة داخل أقواس. نلاحظ 12x تكعيب سالب 4x تربيع هناك عوامل مشتركة، زائد أيضا لدينا 3 سالب 9x توجد بينها عوامل مشتركة. نقوم بإخراج العدد 4 باعتباره عامل مشترك بالإضافة إلى x تربيع. عند قسمة المقدار الأول على 4x تربيع يبقى لدينا 3x سالب، أيضا عند قسمة 4x تربيع على 4x تربيع يكون ناتج 1 فقط، زائد نخرج عامل مشترك وهو 3، وعند قسمة 3 تقسيم 3 1 سالب، عند قسمة 9 وعند قسمة 9x على 3 يكون الناتج 3x. لاحظ أن الأقواس متشابهة ولكن بعكس الإشارة. نقوم بضرب المقدار الأول في سالب 1، عند ضرب المقدار الأول في سالب 1 نقوم بعملية ترتيب الأعداد، إذن يكون الناتج 4x تربيع
3 إكس سالب 1 سالب عند ضرب موجب في سالب سالب 3، بينما داخل الأقواس تترتب يكون ناتج 3 إكس سالب 1. لاحظ الأقواس أصبحت متشابهة، نخرج أحد الأقواس باعتباره عامل مشترك. إذن 3 إكس سالب 1 هو عامل مشترك، وعند قسمة المقدار الأول على 3 إكس سالب 1 يبقى 4 إكس تربيع سالب 3، وهو الحل النهائي لهذا التمرين الأخير. إلى هنا أعزائي المتابعين ينتهي درسنا لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.